طريقتها سهلة جدا جدا، سواء بقى الكيك او التزيين، وبسيطة خالص. ان شاء الله تعجبكم بأمر الله. السلام عليكم، ازيكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في افضل واحسن حال. لو لسه اول مرة تشوفي القناة، يا ريت ما تنسيش الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان ان شاء الله يوصلك كل جديد. وصلي كده على النبي، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه وسلم. وتعالوا نشوف الطريقة بتاعة التورتة اللذيذة الخطيرة دي، السهلة خالص في تزيينها، وسهلة كمان في عمايلها، في كل حاجة فيها. شايفين التفاصيل بتاعتها عاملة ازاي؟ تعالوا بينا بقى نشوف الجمال ده كله معمول ازاي. اول حاجة كده هجيب بولة وهضيف فيها بيضتين، لازم يكونوا سقعانين. تمام، في كام حاجة كده سقعانة هقول لكم عليها برضو واحنا شغالين. ومعايا فانيليا ونص كوباية من السكر، وكوباية الا ربع من المية السقعانة. تمام، وكوبايه ونص من الدقيق. هنخلهم كويس جدا بالشكل ده كده، وهكتب لكم المقادير بالظبط كلها عشان لو عايزين تاخدوها سكرين شوت. تمام، تبقى موجوده عندكم برضو بكل سهوله تشتغلوا بيها على طول. بعد ما نخلت الكلام ده كله، هنزل بمعلقه صغيره من البيكنج باودر ومعلقتين صغيرين مليانين كده من المحسن جل سقعان، وهضرب الكلام ده كله كده بالمضرب الكهربائي. وضعفت الكميه، يعني عملت نفس المقدار مره كمان علشان برضو ما يبقاش الموضوع صعب على المضرب الكهربائي. وحطيتهم في حله كده مقاس 24. المقدار ده بياخد مقاس 20 و22 حسب الحجم اللي انتي عايزه. طبعا عايزه اقول لكم هنا حاجه وقعت فيها برضو عشان تبقوا تاخدوا بالكم منها وكده. بعد ما اشتغلت في المقادير بتاعه الكيك وبدات ببص، لقيت بقى المحسن جل مش هيكفي معايا، والمعلقه ما كانتش مليانه، وطبعا المكان اللي انا فيه مش متوفر فيه الخامات دي. فخدي بالك برضو من الحاجه قبل ما تشتغل كده. فقلت خلاص ربنا بقى المستعان، وعملتها وطلعت كده هشه وجميله. بس يعني ايه الاختلاف؟ ان هي كانت يعني ايه هتبقى عاليه شويه كمان. وعملت معاكم برضو نفس المقادير دي قبل كده، بس التزيين الكيك هتشوفوا برضو كان نفس المقادير، بس كان التزيين. وده كده المقدار التاني. طبعا كل ما تتقل كل ما هترتفع معاكي. بس زي ما بقول لكم كده، يبقى معلقتين صغيرين من المحسن جل، يبقى معلقتين كده صغيرين مليانين، ونضربهم كويس جدا كده من 10 ل 12 دقيقه لغايه القوام معانا يتقل كده ويبقى عامل زي الكريم شانتيه. وغلفت الحله كده بورق الزبده علشان تطلع معايا بكل سهوله. وجبت العود الشيش طاووق وبدات ان انا اعمل حركات دائريه كده علشان ما يطلعش جنب عالي وجنب واطي، وتطلع مظبوطه معايا. هتقعد معايا ساعة الا ربع، وطبعا لازم تختبريه. وفي الاخر خالص نفتح عليها الشواية تاخد لون كده خفيف خالص. ودخلتها الفرن على درجة حرارة 180، وبعد كده هسيبها شوية حاجة بسيطة كده في الفرن عشان ما تهبطش كده على طول. واخدها بعد كده واغطيها واسيبها لتاني يوم. طبعا حابة ان انت تشتغلي فيها على طول، هتسيبيها ساعتين 3 كده لما تبرد خالص وتشتغلي فيها براحتك. بعد كده بقى طبعا كنت جايبة المنشار ده حلو قوي في استخدامه عن السكينه اللي هي الكبيره بتاعه المشرشره دي. تعالوا بعد كده بقى، ده تاني يوم كده الصبح. عملت بقى الكريمه. هنعمل ايه؟ معانا كوبايتين ونص. طبعا هما بيبقوا في الاول كوبايتين على حسب نوع الكريمه يا بنات. انا حطيت اول حاجه كوبايتين من اللبن المتلج، ومعاهم نص كوبايه من السكر. وهدوب الكلام ده اللبن والسكر الاول مع بعض. بعد كده هشوف لو الكريمه تقيله قوي قوي، هزودها كمان نص كوبايه من اللبن. وبعد كده ضفت كوبايه ونص من الكريمه البودرة بتاعة الكريم شانتيه. تمام. بعد كده بنات جبت بقى الصينية دي بالشكل ده، ونزلت بقى قلبت عليها الكيك الاسبونج. شايفين؟ هبتدي بقى ان انا افك كده بقى ايه الورق الزبدة. طبعا حلو جدا جدا، احسن ما تقشري والكلام ده. بيطلع الزوايد في الورق الزبدة بالشكل ده بكل سهولة، وبقت معايا بالشكل ده. طبعا لو كانت بقى ايه يعني المحسن كان زيادة شوية كمان، كانت هتبقى اعلى من كده كمان. فانا حبيت برضو اقول لكم الخطوة دي. بعد كده هجيب بقى السبونج كيك كده، وهبتدي على الرخامة كده اقطعه كده، وهاخد منه بقى ايه يعني هعمله بالمنشار كده على 3 طبقات. طبعا زي ما تحبي بقى، ممكن طبقتين لو هتبقى اعلى من كده، او عملتيها في صينيه اصغر من كده فهتديكي طبقات، يعني ايه طبقه زياده كمان. تمام، وحسب برضو المقاس اللي حباه يعني. بعد كده هشيل بقى الطبقه اللي هي بتاعه الاسبونج دي اللي بتبقى فوق. هحاول كده ان انا اشيل اللي اقدر عليه يعني.
بس بصوا هي طرية جدا جدا وحلوة كده وهشة وجميلة خالص. بس طلعت معايا كده الثلاث طبقات. هاخد بقى ايه، طبعا سبت الحلة وحطيت عليها الصينية وجبت كده البورد ده وحطيت عليه بقى ايه يعني حاجة بسيطة كده من الكريمة علشان تثبت معايا الكيك. بعد كده جبت اول طبقة كده ومعايا نص كوباية من اللبن، عليهم معلقة صغيرة من السكر، وقلبتهم مع بعض وهدي تسقية خفيفة كده للكيك زي ما شفتوا كده بالفرشة، حاجة بسيطة خالص كده. بعد كده جبت الكريمة حطيتها طبعا في الكيس الحلواني وبدأت ان انا اعمل يعني ايه اول طبقة كده من الكريمة. وبعد كده جبت الصوص الشوكولاتة. عايزه اقول لكم ان دي كده معلقتين من الشوكولاتة اللي هي النوتيلا سما مع شوية زيت لغاية بس ايه ما يعني بقت القوام بتاعها معايا مظبوط كده، ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، وكمان عشان طعمها ما يتغيرش من الزيت وكده. عملت بقى خطوط بيها كده. وبعد كده جبت شوية كده من العين الجمل كسرته بالشكل ده كده كان كيس ب20 جنيه من محل مستلزمات الحلواني اللي هو محل السلطانة في التعاونيات. بصراحة حاجته حلوة قوي وطبعا حسب ما انت عايزة الحاجة، يعني ايه التمن اللي انت عايزاه. فانا قلت بس ايه هتكفي معايا ان شاء الله التورتايه وكده. فكسرت العين الجمل وعملته بالشكل ده. وطبعا تاني طبقة نفس الكلام اللي عملناه في اول طبقة. وعايزه اقول لكم ان قطع العين الجمل دي بتودي الطعم الكيك في حتة تانية خالص، بتديها طعم حلو قوي قوي. واخر طبقة كده جبتها وسقيتها باللبن برضو، وقمت ايه نازله بيها كده على الكريمه. واخر حاجه بقى ايه هغطي الكيكه كلها كده بالكريمه. بس كده وهنشتغل بقى يعني من غير امكانيات خالص، من غير ادوات. الحاجه بقى اللي عايزه اقولكم ده مش سكرابر، يعني ده كده اي غطا علبه عندك قصيته كده، وبدات ان انا اسوي بيه التورتايه بالشكل ده كده. فاهمين يعني؟ خلي بقى الكريمه كده ايه متساويه معايا. شايفين يعني ابسط الامكانيات كده ان شاء الله هتطلع معاكي بامر الله احلى تورتايه. وزي ما انتوا شايفين برضو كده ده القطاعة بتاعت بقى ايه اللفت البطاطس الحاجات دي طبعا مغسولة كويس جدا. وهبتدي بقى ان انا اخد بيها جناب بقى ايه التورتايه بالشكل ده عشان تديني الشكل الجميل ده بس. وهبتدي ان انا اسويها كده واظبطها عشان لما انزل عليها الشوكولاتة تبقى حلوة كده ومظبوطة معايا. وهشيل بقى الزيادات بتاعة الكريمة وخلاص على كده. هدخلها بقى التلاجة لغاية ما الكريمة تشد معايا. اكون بقى هنا كده جبت ورق طبعا ورق بقى من الزرع، ورق من الشجر. طبعا هتغسليها كويس جدا. طبعا البيت دلوقتي اي بيت دلوقتي موجود فيه الزرع وموجود فيه الحاجات الجميلة دي. هتاخدي بس كده كام ورقة خطرت في بالي طبعا، ولا في بقى ورق ترانسفير، احنا بالموجود هنعمل بيه اللي قدرنا عليه ربنا. طبعا غسلتها كويس جدا الورق ده بمية وخل، وكمان يا بنات غسلتهم تحت الحنفية حلوة قوي قوي. وبعد كده نشفتهم وبعد كده هبتدي ان انا اشتغل بيهم بقى. اول حاجه كده جبت الشوكولاته البيضه، عملت منها خطوط. دي شوكولاته خام بيضه سيحتها مع شويه من الزيت، يعني مكعبين كده من الشوكولاته او مكعب، انا مش هاخد منها كتير. وشويه من الزيت على حمام بخار. وطبعا بقى بعد ما ساحت عملت بيها الخطوط دي. وبعد كده يا بنات جبت بقى الشوكولاته البني، عملت بقى ايه نزلت بالورق كده فيها في الشوكولاته لغايه ما اخدت الشكل الورقه. وبعد كده عدت عليها كمان بالمعلقه، يعني بدات اخد من الشوكولاته وازود عشان يبقى السمك بتاعها تخين شويه عشان لما اجي اطلعها ما تتكسرش معايا بسهوله. فاهمين قصدي؟ بعد كده هنبتدي بقى بالشوكولاته اللي هشتغل بيها على التورتايه ذات نفسها. طبعا معايا شوكولاته بيضه والشوكولاته بني، دي شوكولاته نوتيلا سما. عايزه اقول لكم بقى على حسب انت عايزه الشوكولاته البيضاء اكتر ولا الشوكولاته البني. طبعا انا كترت في البني عشان عايزاها بني اكتر. اخدت معلقتين كبار كده من الشوكولاته البني وقلبتهم مع شويه زيت لغايه ما بقوا معايا بالقوام ده. ونفس الكلام في الشوكولاته البيضاء، قلبتها كويس جدا كده مع شويه الزيت لغايه ما بقت معايا كده بالقوام ده، ولا هي تقيله قوي ولا هي خفيفه قوي. ومعلقه كبيره من الشوكولاته البيضاء.
بس كده. وبدأت ان انا رايح جاي كده بالشكل ده كده بالشوكولاتة. طبعا عملت بحاجة ببوس كده عشان تبقى سهلة معايا، والطريقة مبينة جدا في الفيديو زي ما حضراتكم شفتوا. بس كده شايفين بكل سهولة كده خالص، وعملت معايا تدرجات الالوانات الجميلة دي. والتزيين بقى حسب يعني المتوفر عندك والموجود عندك واللي انت حباه. انا كنت شلت بقى كام واحدة كده من عين الجمل، قلت ان انا هزين بيها وتبقى حاجة بسيطة كده على التورتاية، ولا هجيب بقى شوكولاتات كتيرة ولا اي حاجة خالص. استكفيت بس بالشكل اللي هو البسيط ده. وكان عندي شوية من الشوكولاتة اللي هي صغيرة خالص دي، شوكولاتة بالحليب. عملتها بالشكل ده ومع شوية كده يعني كام واحدة من عين الجمل وبس كده. واستكفي بقى من الورق اللي هو الورق الشجر ده، وطلعته كده من التلاجة وهبتدي ان انا اشيل الورق بالشكل ده كده. كانت ماما ربنا يخليها ليا يا رب، افتكر واحنا صغيرين كانت دايما كانت تعمل لنا التورته بتاعتي انا واخويا كده. ربنا يخليهم ليا يا رب، ما يحرمنيش منهم ابدا. فبصراحة رجعت كده بالذكريات والحاجات الجميلة اللي ماما كانت بتعملها لنا. طبعا حطيت التورته كده على جنب عشان مش عايزة الشوكولاتة اللي عاملينها بقى على الكريمة وكده تشد، انا عايزاها تشد على الشوكولاتة اللي انا هحطها، فاهمين؟ عشان تتماسك كده والشوكولاتة اللي هي الفروع دي ما تقعش منها. بس وعملت الشكل ده كده. وبعد كده جبت الكيس الحلواني وبقيت بقى الكريمة هبتدي ان انا اعمل الشكل بقى في الاخر كده داير ما يدور. وبعد كده دخلتها التلاجة، قعدت بقى واخدت من الطعم بقى. بصوا بقت خطيرة، كل طبعا ما تقعد في التلاجة اكتر كل ما تحلو كده وتبقى اطعم واطعم. ويا سلام بقى لو تعمليها قبلها بيوم وتسيبيها في التلاجة هتبقى خطيرة. بس كده. وكان ده الشكل النهائي بتاع التورتايه. ايه رأيكم في الجمال بقى والحلاوة دي كلها؟ وكان باقي معايا الشوكولاتة البيضة مع الشوكولاتة البني. حطيتهم في كيس حلواني كده صغير، وبدأت اعمل الخطوط اللي هي على الروزيتات من تحت دي. بس ودتني الشكل الجميل ده. وطبعا هنا جبت دي كده هابي بيرث داي، حطيتها بالشكل ده. وبصوا ما فيش اجمل من كده وارق من كده واحلى من كده. وطبعا حبيت ان انا اقطعها كده معاكم وتشوفوها كده من جوه غرقانه كده كريمه وشوكولاته. وبصوا دايبه دوب. امشي على التركات اللي قلت عليها والوصفه بالظبط. وتأكدي على الحاجة متوفرة عندك ولا لا، واشتغلي واستعيني كده بالله، هتطلع معاكي احلى تورتايه واجمل تورتايه تفرحيهم في البيت عندك. وهسيبلك افكار برضو للتورت كنت عملتها قبل كده، لافكار التزيين برضو. وده كده تورتايه عملتها لعيد ميلادي. كل سنه وانتم منورين عليا دنيتي ومفرحيني كده بلايكاتكم وكومنتاتكم الجميله اللي بتفرحني. ما تنسيش بقى حبيبه قلبي الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.